السلام عليكم. تكملة لموضوع الشحاتة اللي بيقولوا عليها في بعض الدول العربية ان مصر بتشحت والكلام دوت. الله يخليكم ما تنمروش، مش عيب ان احنا ظروفنا على قدنا، لكن انت كمسلم او كعربي من اصل عربي وكاصل مسلم وكنا دولة واحدة ايام ما كان في خلافة، انت بتتنمر على اخوك المسلم؟ ده ايه الدماغ دي؟ يا عم احنا ظروفنا تعبانة يا عم، انا ما بقولكش ربنا يزيدك يا اخي او يطلع عينك، حاجة من الاتنين، او يفقرك. ما تنمرش. بتنمر ليه؟ بتنمر على ظروف اخوات ليك، سواء في عرب او مسلمين. يا اخي ما انتوا رامين فلوسكم في الخارج يا اخي، احنا بنقول لكمش حاجه، ما تنمروش علينا بنشحت ولا بنشحتش، مش عايزين تدونا حاجه عنكم اديتونا. ولا احنا بس في الحروب وفي ظروفكم وفي اي حاجه وحشه ليكم احنا حاضرين، زي بالظبط في الحزن حاضرين وفي الفرح منسيين. لازم الناس تبقى عندها رحمه وعندها يعني شيء من نخوة كده جوه القلب كده، ما نتنمرش على حد غير. يعني احنا بنيجي عندكم بنشتغل، ما بنجيش نشحت. احنا بنيجي عندكم بنشتغل وبنتعب وبعرق جبيننا وبنبذل مجهود وبعض الاماكن بتطلعوا عين الواحد بتشغلوه ب 14 و 16 ساعة كأنه عبد عندك يا اخي. اصحوا اصحوا، اللي ربنا قادر اداهولك قادر ياخده منك. واذا كنا احنا في ظروف صعبة او الشعب المصري في ظروف صعبة، فده شيء بيحصل، وارد. وارد. وارد اي شيء في الدنيا يعني، وارد ان احنا نتعب، وارد ان يطلع عينينا، وارد ان في ظروف، في اخطاء، كل شيء وارد. يعني الدنيا مليانه اخطاء. وبعدين احنا شعب 120 130 مليون. معلش انتوا 3 4 5 6 7 8 10 مليون وعندكم وربنا مديكم من واسع. فمش معنى ان ربك هنطلع نتخانق يعني مع ربنا يعني عشان ربنا اداكم يعني. لا، يبقى عندكم رحمه. ربنا اذا كان مديكم فمبتليكم بالمال ومبتليكم بنعمه الثراء، وهيسألكوا عليها يوم القيامة. فلازم برضو يبقى في عقل بيفكر يعني. وإذا كان ربنا حرمنا فهو مدينا نعمة الابتلاء، إن إحنا أنت مبتلي بالثراء وأنا مبتلي بقلة المال، فده مش شيء يعني وحش يعني. خلاص إذا كان ربنا مبتلينا إحنا بنحاول نقول يا رب ونصبر. فبلاش الناس عايز تكلم اتكلم على الإدارة، لا ما تتكلمش على الشعب. الشعب هيعمل إيه؟ لما تعوز تتكلم اتكلم مع الإدارة، وأنا أتكلم على الإدارة عندك يا صاحبي، لكن ما نتكلمش على شعوب. اذا كان ربنا اداك النعمه فبلاش النعمه اللي بعد جوع يعني. لازم يبقى عندكم طولة البال، ولازم ما هو احنا ما وقفناش جنب بعضينا امال الاسلام اللي بيحس على التكافل وبيحس ان احنا يبقى بنساعد اخونا المسلم وبنساعد وبنساعد وبنساعد، ولا هو احنا مسلمين بالاسم بس؟ وبعدين انت بتعاتبني عشان ظروفي؟ المفروض اعمل ايه يعني؟ امسك خنجر واطلع بيه، ولا امسك بندقية واطلع فراغ خيال؟ هنجتهد ونتعب ونشتغل. الرحمة. مع السلامة.